الراعي الرسمي للسحور في البيت المصري من الحاجات الأساسية اللي بتكون موجودة في السحور عندنا كمصريين، واللي وجودها لا يقل أهمية عن الزبادي في السحور. سيبك بقى من أي طريقة عملت بيها قبل كده الفول وركزي معايا. لمجرد ما تعملي الفول مرة بطريقتي دي، أنا واثق ومتأكد 100% إنك هتعتمديها ومش هتعملي بأي طريقة تانية غير دي. مش بس كده، لأ، إحنا هنحضر الفول أو هنعمله بأربع طرق مختلفة عشان خاطر ما تزهقوش أو ما تملوش من الطريقة التقليدية بتاعته. وكالعادة لو أول مرة بتتفرج عليا فأنا اسمي محمد الشواتفي، فلو ما اشتركتش في القناة انزل اشترك وفعل زر الجرس واعمل لنا لايك وشير، واتمنى لنا من قلبك الخير. وقبل ما نبدأ الطريقة هنصلي على النبي ونقول بسم الله. كل اللي احنا محتاجينه هنجيب نص كيلو من الفول، هنغسله كويس جدا جدا، وبعد ما غسلناه كويس وصفناه في أي بولة عندنا هننزل بكمية الفول كلها اللي هي نص كيلو ونغطيها بالمية كويس، عليها عصرة ليمون أو نص عصير ليمونة. بعد ما عصرنا الليمونة هنغطي عليه ونسيبه لمدة 12 ساعة. بعد 12 ساعة هنجيبه وهيكون ده شكله، هيكون شرب تقريبا نص المية اللي احنا حطيناها. وهتلاحظوا ان حباية الفول زادت شوية كده عن حجمها الطبيعي. المهم هنديله غسلة نضيفة ونسيبه على جنب. هنجهز 3 معالق كبار من الفول المجروش ونغسلهم كويس جدا. جزراية كبيرة ونبشرها كده. طماطماية وسط ما تكونش جامدة اللي هي بتاعة العصير. نجيب بقى دماسة الفول بتاعتنا. وبمناسبة الدماسة، فالدماسة اللي قدامكم دي عمرها أكبر من عمري تقريبا، عمرها 30 سنة. هننزل فيها بكل كمية الفول بتاعتنا. ننزل عليهم بالفول المجروش، بعد كده هننزل عليهم بالجزر المبشور، ونحط الطماطماية فوق كده على الوش. تكون انت بقى قبل كل الكلام ده حاطط مية على النار وبتغليها. وأول ما المية تبدأ تغلي هتبدأ تنزل بيها على الفول بتاعنا. وما تنساش أهم حاجة بقى، معلقتين كبار عدس، بس هتغسلهم كويس طبعا. وبعد كده هتحطها على النار على أعلى درجة حرارة عندك لحد ما المية بتاعتنا تبدأ تغلي زي ما انت شايف قدامك كده بالظبط. هتشوف بقى أهدى نار عندك أو أكتر عين تكون النار فيها هادية، وهنحط الفول بتاعنا عليها ونغطي عليه بأي غطا محكم كده ونسيبه من ساعة ونص لساعتين. أنا بالنسبة لي أخد معايا وقت ساعة و55 دقيقة. وكل شوية كده يبقى بص عليه عشان خاطر لو كان محتاج مية ولا حاجة تبقى تزود له مية، مفيش مشكلة. بعد الساعتين بالظبط كشفت عليه وده كان شكله معايا. ملحوظة بسيطة بس، بعد ما يعدي ساعة يبقى زود نص معلقة كركم صغيرة. وأول ما تفتح عليه يبقى اديله تقليبة من تحت لفوق. بص بقى ومتع نظرك عزيزي المشاهد على أعظم فول ممكن تشوفه في حياتك. انت بقى ممكن تعمله بالطريقة اللي انت بتحبها أو اللي انت بتفضلها. ولو حابب تعرف كذا طريقة للفول، حاجة كده مختلفة عشان خاطر ما تملش، هنبدأ بأول طريقة. هننزل كده بشوية زيت عليهم فصين 3 توم كده محترمين، وأول ما يبدأوا ياخدوا معانا اللون الذهبي هنجيب طماطماية على ربع كوباية مية ونخلطهم في الخلاط وننزل بيهم كده في الطاسة بتاعتنا. عليهم ملح وكمون وكزبرة ناشفة. وأول ما الصلصة تبدأ تتسبك معانا وتتقل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنكون مجهزين كده الكمية اللي احنا محتاجين نحطها من الفول وننزل بيها. وأنا بالنسبة لي بفضل إن احنا نهرس الفول في الطاسة. ولو سألتني ليه هقولك عشان خاطر الفول ياخد من طعم الطماطم كده والتوم وكله يدخل في بعضه. المهم هديها تقلبتين في السريع، وأول ما تبدأ تغلي معايا بالشكل ده كده هطفي النار عليها طبعا وهبدأ أشيلها. أكون مجهز عندي أي طبق طبعا وأنزل بيه كده فيه. ودي كانت أول طريقة اللي هي الفول بالطماطم، ودي من الطرق اللي أنا بحبها برضه أو بفضلها يعني. نخش على الطريقة التانية على طول، نقطتين 3 4 زيت كده. وأول ما الزيت يبدأ يسخن هننزل بفصين 3 توم، وأول ما التوم هيبدأ ياخد اللون الذهبي معايا هكون مجهز الفول بتاعي وهنزل بالفول على طول. هديله هرسة في السريع كده وهو في الطاسة. وأول ما يبدأ يغلي كده هكون مجهز الطحينة بتاعتي. وبالمناسبة الطحينة دي معمولة في البيت، لو انتوا عايزين طريقتها عرفوني أو اكتبولي في الكومنتات وأنا هعملها لكم إن شاء الله. هنزل بنص كمية الطحينة واسيب النص التاني هقولكم هنعمل ايه بعدين. وأقلب الطحينة كويس في الفول لحد ما اتأكد ان هما خلاص الاتنين بقوا واحد.
هنزل عليهم بالتوابل بتاعتهم، ربع معلقة من الكمون، ربع معلقة كزبرة ناشفة مع رشة من الملح كده، والملح طبعا بيبقى زي ما تحب. بعد ما حطينا التوابل هنهدي النار خالص ونديهم تقليبة كده مع بعض عشان خاطر الفول بتاعنا ما يلزقش في القعر كده. أول ما ياخدوا غلوة مع بعض هنقلبهم تاني، عشان بعد كده هنكون مجهزين الطبق اللي احنا هنحط الفول فيه. وتعالى اقولك بقى شوية الطحينة اللي انا قلتلك هتركنهم على جنب هنعمل بيهم ايه. هنجيبهم كده والفول سخن وننزل بشوية الطحينة الجامدين اوي بتوعنا عليه، وده هيكون النوع التاني من الفول بتاعنا، فول بالطحينة. هنيجي بقى للنوع التالت، هنجيب معلقة كبيرة من السمنة البلدي وهنسيحها في الطاسة. واول ما السمنة البلدي اللي احنا حطيناها هتبدأ تسيح هننزل عليها بنقطتين تلاتة زيت لحد ما يسيحوا هما الاتنين. هننزل بالتلاتة اربع فصوص توم بتوعنا ونديله تقليبة في السريع كده عشان خاطر ما يتحرقش. واول ما يبدأ ياخد اللون الذهبي كده هننزل عليه بالفول بتاعنا. واول ما ننزل بالفول هنقلبه كويس عشان خاطر ما يلزقش في الطاسة من تحت. بعد كده هتبدأ تنزل بالتوابل بتاعتك بقى اللي هي الكمون والكزبرة الناشفة والملح بقى زي ما تحب. بعد ما حطيت التوابل هتديله تقريبا في السريع تاني. بعد كده هتكون مجهز اي طبق عندك وتنزل بالفول فيه وهتركنه على جنب. بعد كده هتجيب الطاسة بتاعتك وتنزل فيها بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي، عليها تلات اربع نقط كده من الزيت وتسيحهم كويس مع بعض. وهتجيب طبق الفول اللي احنا ركناه على جنب واسمع كده صوت التش دي. وده كان النوع التالت من الفول، فول بالسمنة البلدي، وريحته بجد كانت رهيبة. ملحوظة بس لو انت ما عندكيش سمنة بلدي ممكن تستبدليها بزبدة. نخش بقى على النوع التالت، هنجيب أصغر بصلاية عندنا في البيت وهنقطعها ونحطها على جنب وننزل بتلات أربع نقط من الزيت. وأول ما يبدأ يسخن هننزل بفصين تلاتة كده من التوم. وأول ما يبدأوا ياخدوا اللون الذهبي الفاتح هننزل عليهم بالبصلاية الصغيرة اللي احنا لسه مقطعينها ونديهم تقلبتين في بعض، عليهم نص قرن شطة أو فلفل رومي. وأول ما حسيت إن هما بدأوا يتبالوا كده خلاص نزلت كده بالفول بتاعي واديته تقليبة في السريع كده بحيث ياخد طعم التوم والبصل والشطة. بعد كده هنزل عليه بالتوابل بتاعتي واللي هي بالمناسبة ما بتتغيرش، ملح وكمون وكزبرة ناشفة من كل حاجة ربع معلقة. بعد ما حطيت التوابل بتاعتي هديله تقليبة في السريع كده واسيبه يغلي دقيقة، وكل ده طبعا بيبقى على نار هادية عشان خاطر ما يلزقش في الطاسة. بعد كده هبدأ أنزل بيه في الطبق بتاعي، وده هيكون النوع الرابع من الفول واللي هو الفول بالبصل. نزلت عليه بنقطتين تلاتة من الزيت وده كان أطعم واحد فيهم حرفيا. وبس، وده كان شكل الأربع أنواع أو الأربع أصناف اللي احنا عملناهم النهاردة وبطرق مختلفة طبعا وغير تقليدية خالص. نيجي بقى لطريقة حفظ الفول. هنجيب الأكياس دي اللي هي بالمناسبة بيكون اسمها أكياس لبن تقريبا. هبدأ كده أعبيها بمقدار وجبة، يعني الكيس ده هطلعه أعمله كله في وجبة واحدة. وما تنساش كده وانت بتحط في الكيس تكون حاطط تحتيه طبق زي ما انا عامل كده بالظبط، ده هيساعدك كتير قوي. وكمان اي فول هيقع منك مش هيقع على الارض ولا هيقع على حاجة، لا هيقع في الطبق. المهم بعد ما عبينا الكيس بالمقدار اللي هيكفينا في وجبة واحدة في السحور ان شاء الله، هنربط الكيس بتاعنا بالطريقة دي كده. وهنحفظه فين بقى او هنحطه فين؟ هنحطه في الفريزر على طول، لان الفول ما ينفعش يتحفظ في اي مكان غير في الفريزر. يوم يومين مفيش مشكلة مش هيبوظ. السؤال اللي بيطرح نفسه طبعا، ما احنا لما نيجي نطلعه من الفريزر هيكون متجمد ومش هينفع نحطه على النار على طول. فعلا دي حقيقة، وعشان خاطر كده احنا ممكن مثلا بعد ما نرجع من صلاة التراويح او من صلاة العشاء ونطلعه من الفريزر، على ما يجي وقت السحور هيكون فك ان شاء الله. وده كان شكل الحلة بعد ما خلصت الكمية كلها، ما كانش لازق فيها اي حاجة من جوه.
طب لو نسيت مثلا وما طلعتوش بعد الصلاة على طول، هنطلعه من الفريزر ونسخن شوية مية ونعمل له حمام بخار، وبكده هيكون فك وما تقلقوش. انا مجرب كل الطرق دي وان شاء الله تنجح معاكم. ودي كانت نهاية الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، في رعاية الله.